فقد النجم المغربي حكيم زياش الأمل في المدرب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لابارد بعد المباراة الأخيرة الماضية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تبعها المغربي من مقاعد البدلاء. ورغم تواجده في القائمة الخاصة بالمباراة، تمسك لابارد بموقفه المتماثل في عدم الاعتماد على زياش، وذلك بعدم اشتراكه كبديل بعدما تأكد غيابه عن التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة. ويستمر في ثقة زياش للتنافس مع تشيلسي بعدما طال ابتعاده عن المباريات فريق البلوز دون أن ينال فرصة كاملة على غرار باقي زملائه. وكان زياش يترقب عودته إلى المشاركة مع تشيلسي بعد التعاقد مع فرانك لابارد خلفا للمدرب السابق غراهام بوتر، بيد أن المدرب العائد إلى الفريق تبنى ذات موقف بوتر القاضي بإهمال المغربي. ومنذ قدوم لابارد شارك زياش 34 دقيقة فقط في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي برايتون بعدما دخل بديلا في الدقيقة 56 من المباراة.